حلو. يلا نبدأ نقول ايه بقى. ايه بقى؟ انت قلت تقولي بس ايه؟ فكرتي. ايوه. اوكي، احنا اول حاجة هنبدأ نقول احنا هنعمل انا مش باين قوي على فكره. احنا عندنا خبرة يا جدعان. اني ما سالتها كل الاسئله في الدنيا احسن من انس بوخش شخصيا. هو اسمه بوخش ولا بوخش؟ بوخش. هو اصلا بوخش ما كانش ها؟ بوخش ما كانش في التحييرات، اللي هو لا اللي هو كان متحير بين بوخش وايه. لا مش عارفه. مش بوخش، مفيش حد قال بوخش. هو انس بوخش. لا نسيتني اسمه، انت الغلط. هو لا خلاص. بس يا جدعان احنا النهارده هنعمل بودكاست ان شاء الله. بودكاست مين يا صاحبي؟ اسمه بودكاست ما انا مستضيفه. لا والله يا عيني احنا كده بنشتغل. احنا هنعمل حاجه كنت موتي حلوه قوي، اسمها الاخوات ايه؟ الاخوه الاعداء. الاخوه الاعداء. بص هنعمل ايه بقى. هسألك سؤال وتسألني وانتي بصي احنا هنعمل كوميدي على نفسي، على احنا الحمد لله عارفين عن معظم الحاجات، فعشان كده مش جاي في ذهننا نسال نقول ايه. دي كده هقول ايه اكتر حاجه كانت بتعمل في طفولتك؟ حاجه واحده. يا ان خذلان ان حد يسيبني. ولك طفولتك من وانا طفله بخاف ان حد يسيبني، حد ما يصدقنيش كده، ان حد يستغلني طول الوقت. بخاف من المشاعر دي اكتر حاجه، الخذلان، ان انا احتاج حد وحد ما يقفش جنبي. لان غالبا كانت بتحصل كده لاني كنتش بعبر قوي طول الوقت. كنت بخاف ان انا احتاج اللي قدامي واللي قدامي ما يقدرش يساعدني او ما يساعدنيش، والى الان بخاف من النقطه دي لسبب غير مبرر يعني. وانتي؟ اكتر حاجه كنت بخاف منها لو كسبت جزء تتفقش. والله كنت كأن اللي واقف ده بتبل عليا. انا عملت كده انا وعايا. يلا قولي الوانها تضيع، حاجه مهمه برضه. الوانك تضيع. لا ده احكي لكم انا. استني عندك قصص. قولي. اقول لكم. انا كنت طفله انطوائيه. كان يكلمني عيط، تمام. كانت الابله لما تقول لي قومي اقفل الباب، بس ممكن اخرج. الدنيا ساقعه. كله في المونتاج يا صاحبي. بالظبط. قمر كملي. لما الابله تقول لي ايه قومي اقفل الباب فعيط. بصي مفيش. فلما كانت حد يكلمني كنت اعيط، كان يسأله بتعيط ليه؟ قلت له وجعاني. قالوا لي ده كانوا كام؟ اجيب لهم رقم تعجيزي بحيث ما يلاقوهوش. 36 لون. اصلا طب فين؟ عشان انا معايا، انا متاكده ان الالوان سليمه، مش هجيب لهم علبه الوان طبيعي تبقى مع طفل 12 لون كده. 36 لون. هاتولي 36 لون. بس فكانت هم كانوا طبعا معايا في المدرسه. انا حاسه هتتكلم كتير. هم كانوا معايا في المدرسه فكانوا يندهوا لهم. ف والله كانوا من انطوائيه، والله كنت طفله انطوائيه. وشوفي حد واضح عليا. انا برضو موضوع الباب ده حصل معايا برضو. كنت دايما قاعده في التخت الاولى، فكنت دايما ما اقعدش في الطرف، بقعد في النص عشان ما حدش يطلب مني اي حاجه. كنت شاطره وممتازه الحمد لله، عشان بس تفهموا. كان طبعا اول بنتي دي طبعا. معلش يا جدعان، سقفه كده يا جدعان. انا مش هسكت قليلا احتراما وتقديرا ليا طبعا. ما علينا. فقالت لي قومي اقفل الباب مره، فانا برضو وقفت قدام الباب وعيطت. كنت في ثالثه ابتدائي. ومره برضو من كتر برضو اسمها ايه، الانطوائيه، المدرسه قالت محدش يجيلي صح كتاب، كل واحد انا هجيله على الديسك بتاعه واصحح له. حلو. كل مره كان بيحصل العكس، كل العيال بتروح له. فضلت سنه كامله ما بصححش الكتاب لغايه ما تقولي تعالي يا الاء. من كتر الاحترام والادب، مع ان كل الفصل ما بيسمعش الكلام، يعني كل مره يقولها وكل مره تقول ما تقوليش، وانا الوحيده اللي بسمع الكلام. ففضلت السنه كامله ما بصححش الكتاب. دي برضو من حته من الانطوائيه يعني. انا الرهاب الاجتماعي عندي عالي، وكنت طفله متكبره. والله البنت تقعد جنبي، تقعدي جنبي ليه؟ هتقولي ازاي متكبره وانت ما عنديش كوكتيل. البنت تقعد جنبي متكبره من جواها، فاهم؟ لا وظاهر. تقعدي جنبي، لا مش عايزه حد، انا عايزه اقعد لوحدي. بعدها البنت اقول لها ايه مثلا، انا فاكره والله معلش I'm sorry
بصي، واحدة عندنا، اقول السؤال. ايوه بس احنا بالليل. واحدة عندنا اسمها ناهد. مم. لا عيب، مينفعش. افرض بقيت فانتاستيك ومشهورة وكده. مش مشكلة. واحدة عندنا احنا اسفين يا ناهد معلش. كملي عشان لو شفت. واحدة عندنا هنسميها مين؟ هنسميها يمين. يا بنتي دي كنت قاعدة جنبيها، فقلت لها ايه ريحتك وحشة والله العظيم. ف وكل شويه كنت يعني اللي هو بتكبر عليها، اللي هو سمية احنا اطلع معاكي اللي هو كذا. ف حابة تلاقيها الوقت لو راحت لدكتور النفسي تحكي وقعدها. انا ابقى في الذاكره بتاعتها متاكده. يلا قولي اي سؤال تاني. في الطفولة لا إله إلا الله. مش الطفوله، اي سؤال تاني باي حاجه. ما هي احنا سألنا كل الأسئلة اللي ممكن تستقل. ممكن مثلا لا إله إلا الله. ممكن نجيب نستعين بحاجة طيب. بس دي انا بسألك أسئلة احسن من دي، بس ماشي ماشية. ولو افتكرنا سؤال نقول قولي. اذا كان بامكانك الحصول على قوة خارقة واحدة فماذا ستكون؟ كنت حابه دي متخيلها من زمان. اختفي واروح بيوت الناس. والله العظيم اختفي واطير. لا اختار حاجة واحدة. ما هي اطير في الخفاء، من الخفاء اعمل كل حاجه. لا خلاص اختفي. كنت دايما قولي. كنت دايما بتخيل مثلا ان في بيت واحده صاحبتي او واحد في الفصل مثلا. كنت اتخيل والله في الابتدائي يعني الكلام ده انا تخيل ان انا مثلا وهو جاي بعد المدرسه وانا ظاهره له. دي يعني اكتر تخيلاتي. كمل. انا بحب الطيران جدا، يعني تخيل ان انا بطير لاني بحب اي حاجه الحريه. يعني بحب مثلا اكتر حيوان ممكن احبه في الحياه الفراشه. بتطير. الفراشه حيوان؟ ايا كان الفراشه جميله. بتروح الاماكن اللي هي عايزه، ورغم ان هي جميله ومميزه بس محدش عمره يقدر يمسكها، ومحدش في باله يمسكها، مع ان هي احلى يعني حشره في الدنيا. ولا كده احنا شباب ولا لا؟ انا اجمل طبعا. اجمل طبعا. قولي سؤال تاني. المشكله مش جاي في ذهني اسئله، بس هو بيقولك ما لا دي السؤال ده معروف اجابته. ما الذي يسبب لك التوتر في حياتك؟ هنقلب النقطه دي والله العظيم. لا عادي. بخاف من الفشل والمستقبل. سؤال عميق ماشي. سطحية جدا. لو اتصدمتي من حاجه بيبقى رد فعلك ايه؟ واقفة عادي بستوعب الحاجة اللي صدمت منها. اللي واقفة كده اللي هو طب مثلا بجاوب على الاسئله بتيجي في دماغي يعني. ماشي. وبعدين بيجي لي حاله هلع من التوتر. بعدين بيجي لي حاله هلع من التوتر. بتتخيل بعد ما افهم كل حاجه. طول ما مش فاهمه مصدومه. بعد ما افهم بيجي لي حاله هلع، مش عارفه اتصرف، التوتر موقف. انا دايما بعمل كده. اوفر. بيقول لك سؤال مهم. والله العظيم لو ظبطنا الاسئله هنجيب اسئله احسن من دي، بس المره الجايه ان شاء الله اسئله قويه. بيقول لك ان شاء الله بعد ما اخلص امتحاناتي. لا ان شاء الله قريب ان شاء الله. يلا قول. هل طول الوقت بتحسي ان انت الناس مراقباكي واخده بالها منك، ولا طول الوقت حاسه ان محدش واخد باله منك اصلا؟ يعني في اوفر، يعني الناس مثلا كلها مراقباكي ومراقبه تصرفاتك، ولا العكس ان محدش اصلا واخد باله ان انت حيه في الدنيا يعني؟ لا بحس ان شخص عادي، مفيش حد مش لا انا ما بكلمش في الحته دي. بحس ان انا في الاوفر. لا بحس ان انا عاديه خالص، مش مهمله ومش مهمله. يعني لو حصل مني موقف يستدعي موقف البشر، لو اي بشر عمله الناس تبص له، هو ده الموقف. قرب شويه كمان. الموقف هو ده الموقف اللي الناس تبص لي فيه، مش اللي انا قدام الناس كده. ما فهمتش السؤال. ما انا فهماكي. انا دايما بحس هل انا مصدر اهتمام ودايما الناس مركزه معايا ولا انا مفيش حد مهتم بيا اصلا ايوه بس ده في الاوفر، يعني مش في النفاق. ايوه. لا انا بقول لك ولا ده بحس انا عادي، مش لازم يعني واحده من لا وانا صغيره كنت من باب يعني كتر يعني كان الناس بتستغلني من حته ان انا كنت بخاف جدا اكسر مشاعر اللي قدامي. كنت طول الوقت حاسبه ان الكلمه مني هتخلي اللي قدامي ينهار ويموت، وان انا لو اذيت مشاعره هيحصل له وممكن اكون انا اصلا مش في حياته ولا في اهتماماته اصلا. اوكي.
انا برضك كان عندي هوس، يعني اللي هو لو البطل سوى البطلة في المسلسل انا السبب، انا حسدتهم وانا بتفرج. كان عندي اللي هو كده يعني. مش استني، لا اله مم. لا ده احنا كده هنتحسد. السؤال ده انا سألته لك قبل كده مم. ولو اديت نفس الرد هنتحسد، هنروح في 60 ده. لا مش حد يحسد. ايوه ان شاء الله. بص انا اقول لك على حاجه يا جدعان بالنسبه للحسد دي، والله العظيم. والله ما تجيش تقول انت محسود. حتى انا عندي الموضوع من كتر ما انا ممكن ابيه وصل لمرحله وحشه، الله اعلم هي صح ولا غلط. بيقول لك مثلا من قال لا بسم الله الذي يدور مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء واستمروا عليه صباحا ومساء، ربنا مش هيسيبه في حاجه. انا درجه عندي ايقان بان اليوم مثلا مكتوب فيه ان انا اموت فيه، قرات في اذكار الصباح والمساء مش هموت. تخيلوا بقى، انتوا فاهمين الفكره وصل فين؟ فلو انت قارئ اذكار الصباح والمساء كل يوم والبقره، مستحيل يحصل لك حاجه. هو ممكن علم المسيح الدجال عمره ما هيحسدك. بص هو ممكن الشيطان يدخل لك من باب الخير مش من باب الشر. يعني انا شخص بخاف جدا من الرياء، بخاف جدا جدا والله ان انا لاني بعمل كل حاجه. انا عايزه اقول لكم على حاجه بس معلش، انا وضعت انا بتكلم كتير. انا كنت عامله فيديو بس قلت لها لا يا الاء، صح، اخاف يا الاء. رغم هي كانت بتقول لي انا تعرفوا في الموضوع ده احنا ناويين نعمل فيديو من شهور بل سنين. كل شويه تقول لي اخاف، لا مش عارفه ايه، اخاف اللي هو بعد الشر الموضوع ده ينحدر يعني ايه. انا هقول افضل هي بتخاف لو عندك باب شر اقفله، يعني من الشيطان نفسها، يعني فاهم؟ يعني انه اللي بتخاف منه مش من الناس، من شيطان نفسها هي. هو ده الموضوع. فالحمد لله يعني بعد شهور ربنا كرمنا. يعني مش هنقول لكم من انا الصغيره ومن الكبيره. مش كنت بقول ايه؟ قولي. فكنت انا شخص بعمل كل حاجه بقلبي قوي، يعني ببقى موقنه بيها وحابه قوي وحابه اساعد اللي قدامي فبخاف جدا من موضوع الرياء، ان انا اعمل حاجه لارضاء الانسان فربنا ما يكتبليش حسنات. فالشيطان دخلني من موضوع الرياء، ان انا مثلا لو بصلي مثلا صلاتي مثلا بطيئه او حلو يعني ان شاء الله، يعني لو جه قدامي حد ما صليش الصلاه دي اقول لا اخاف ربنا يحسب، يعني بعبط يعني زمان، يعني ربنا يحسب ان انا صليت كده عشان هو يشوفني فيقول لا مثلا صلاته حلوه فلا ما اصليش. لو بعمل حاجه كويسه مثلا لماما او كده وحد موجود لا ما اعملهاش. فبقى الشيطان يدخل لي من خوف الرياء، بقى فتح باب شيطان. فممكن الحاجه نفسها تجيب الشيطان، وممكن كمان خوفك المبالغ فيه من نفس الحاجه تجيب برضو ايه شيطان. كان عندي برضك حاجه شبه كده. انا دايما وانا صغيره احب اشوف ضحكه مامتي، ما شاء الله ما شاء الله. بس حتى لو هكذب واقول موقف ما حصلش تضحك. انا كده انا كده مرضيه. احب افهمني، احبها تحبني، احب ماما تحبني. فكنت لو عملت ركعه كنت انا عارفه ان دي حاجه اسمها رياء من وانا مثلا في السته ابتدائي مثلا صلاه ركعه كامله مثلا، بس كان نفسي بالعافيه عشان انا عايزه ماما تحبني بقى. عشان لانها هتمكع قوي لو هي قالت لي كلمه حلوه، بس كان نفسي بالعافيه. بعدين هقول لها بس كده على السطح، مش هعمق في الكلام. بعدين ماما صلاه كامله ركعه كامله زعل بجد وشاطره وكذا، ربنا يخليكي وتحضني حاجات من دي بقى. فاقول لها صلاتها بجزء كذا، ويبدا بقى طول اليوم ممكوعه. ولما تقول له بابا لا ده اسمها بتصلي كاملين، انا هيك بس عارفين دي. فبصي مين فايه ما عدتش بقول خالص. وبرضك لسه بضغط على نفسي ما بقولش، لان بتحب المكع، بحب اللي اموت في المدح. انا مدحني وانا كده يعني. لا هو يعني كان الموضوع بالنسبه لي اوفر بقى، ان زعل الناس. فيمكن مثلا حاجه صغيره زي كده ما اقولش ماما مثلا، والموضوع في قلبي يعني. مثلا في حاجات بقول لها ماما دلوقتي ده حصل وقتها وزعلت، حصل وقتها مش عارفه ايه. لسه كنت بقول لها تفصيله في عيد ميلادي اللي فات، بقول لها التفصيله دي يعني ايه ضايقت منها، حد عملها فاتضايقت منها. فهي قالت لي ايه ده مش عارفه ايه، اتصدمت. انا ما قلتش ان اتضايقت، بس انا اتضايقت. يعني ممكن تخسر انسان من كتر خوفك ان انت تخسره، يعني من كتر خوفك ان انت تخسره تفضل مكمل في قلبك فتخسره. ممكن واحد مثلا ممكن فهو يتصدم في كل ده. طب انت ما قلتليش ليه؟ طب وبصراحه بتبقى انت الغلطان في النهايه. صح والله. ممكن كمان الواحد عنده هوس ان الناس بتكره. لا ده بيكره بيحس ليه بقى دي جايه من نقص في الذات، انه حاسس ان الكل كره. وحقيقي الكل بيكره من كتر انت قصدك ايه لما حد يتكلم، انت عامله ايه صح.
انت بتلاقي حاليا مثلا انت كذا فبجد يكره، فالاقتناع حقيقة يعني، او الفكرة بتبقى حقيقة. صح. طول ما انت عندك فكرة بحاجة وماشي عليها هي حقيقة، ما تفتكرش ان هي ده وهم، لا ده بس تتخيل، لا هي حقيقة. انت لو انت حاسب ان كل الناس بتقرا فكل الناس بتقرا حقيقة بجد، انك هتوصل للدرجة دي فعلا. وانا عند ظن عبدي ما دام عبدي عند ظنه بي وتفاءلوا بالخير تجدوه، فالفكرة اتحطت في دماغك بتحصل. كمل. بالنسبه برضو الموضوع ده مش لازم بالظبط، يعني مثلا لو حصل موقف وحد هزرك هزار، انت بتتقبل الهزار في الطبيعي. انا افترض حد هزر هزار، اتضايقت جدا 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 جدا، لازم تفسر الموضوع وتحلله عشان تعرف ان اتضايقت من ايه بالظبط. يعني في مره كنت قاعده مثلا قاعده طويله جدا مع مثلا حوالي 8 اشخاص في نفس الترابيزه، يعني كنا بنتغدى مع بعض ومش عارفه ايه، واحده هزرت هزار سخيف، هزار صغير جدا، اتضايقت يعني اتحرقت من جوايا، وفضلت 3 ايام ورا نفسي انا ليه اتضايقت من الموقف الفلاني. هي كانت بتهزر وانا عارفه ان هي بتهزر، طب ايه اللي ضايقني بقى؟ فادركت حته عن نفسي في الموضوع ده، ان انا بتضايق من كذا عشان انا عندي كذا. فدي حاجه مهمه لازم كل انسان يعرفها، انه يحلل الموقف عشان يعرف هو اتضايق من ايه. ما ينفيش يعني انا لا اؤمن ان الواحد يقول اليوم اتقفل. ايوه اليوم اتقفل من ايه؟ اليوم كله مش حلو، لا فيه موقف واحد حصل خلى اليوم كله يتقفل. لو في تراكمات برضه ما اقولش، لا ده لو اليوم بادئ اصلا من اوله. لا مش بادئ من اوله. من ايه؟ بتيجي مثلا هقول لك انا الكتمان ده بتفضل تكتم تكتم تكتم، وتيجي على موقف تافه، كوبايه مثلا وقعت منها في الكسر، تعيط، الناس تشوفك خايف مسكين غلبان، لا ده كسر خاطري، والله زعلت عليه. والموقف تافه اللي هو يحسبوك اللي هو صح. مع ان ده انت بس لما تيجي تقول لا انا قويه مثلا، ده مثلا قبلها حصل لك كذا موقف مثلا، لا انا قويه انا مش انا ما عيطتش، امسك نفسك امسك نفسك، لا انت عارف انت ممكن تنهي الموضوع في ربع ساعه عيط، تنهي كل اللي حصل في ربع ساعه عيط، فبتبقى نتيجه كتمان او زي ما انت قلت بالظبط. انا مركزه معاكي، مش حابه ان انا ابص في الكاميرا عشان ما بانش ان انا مش مهتمه. ايوه قلت اللي هو ممكن يكون فيها موقف انت مش اخد باله. صح. اخد بالك منه. عايشه يا جدعان، انا عارفه ان انا متفوقه في بس جديده يا جدعان جدا. خلاص كملي مركزه معاكي. خلاص انا هكمل انا ضعف المونتاج. لا ماشي هكمل انا الكلام عنها. في حاجات صغيره بتفرق في الشخص بتبقى بسيطه قوي ولكن بتفرق جدا. زي ايه مثلا؟ اتنين اتجوزوا، الدين مهم جدا جدا طبعا والاساس، وثم حاجات كتير من ضمنها بقى حاجه بسيطه خالص، التنشئه. يعني ايه التنشئه؟ اللي الشخص اتربى عشان بيشوفه بعينيه، ده بيأثر جدا. ممكن الشخص نفس مستواك الديني نفس مستواك المادي متوافقين في كل الحاجات دي ويتجوزوا ما يقدرش يعيشوا مع بعض. ليه؟ التنشئه. يعني ايه التنشئه؟ الشخص ده اتربى ان ابوه عمره ما ساعد امه في البيت مثلا. دي انتوا شايفين ان احنا خرجنا بره الموضوع بس هتفهموا احنا نفس الموضوع ازاي. شخص اتربى ان مثلا باباه عمره ما ساعد مامته في البيت، فبالتالي هو متربي على الحته دي، هو بيشوف كده. فمراته اتربت على العكس، ان باباها دايما بيساعد مامته في البيت، فهو يجي على نفسه يعمل لها مصلحه صغيره جدا، هو دايما حاسس ان هو جاي على نفسه عشانها وبيعمل عشانها والخ الخ الخ، وهي شايفه العكس، ان هو لا بيساعدها ولا بيعملها ولا وده بقى تقدر تطبقه على حاجات كتير. ان التنشئه دي حاجه صغيره ولكن بتفرق جدا، الشخص شاف ايه وتعود عليه، الا لو كان واعي ان ده غلط. ان زي ما بيقولك فقد الشيء لا يعطيه، ولكن مستفقد الشيء يعطيه. يعني ايه مستفقد الشيء؟ يعني هو انا فقط انا حكيت لك قبل كده. لا متفق بالطريقه دي. مستفقد الشيء يعطيه يعني ايه؟ يعني انا فاقده مثلا حاجه وانا مدركه تمام الادراك ان انا كنت محتاجاها واللي حواليا محتاجينها فهديه. يعني ايه؟ يعني لو شخص شاف مثلا باباه بيضربه، فهو عارف ان هو باباه بيضربه، فقد حنان الاب. يعني ايه بقى مستفقد؟ ان هو عارف ان هو محتاج حنان الاب وان عياله هيبقى محتاجين حنان الاب، فهيطبق ده. وعي يعني انسان واعي. يعني بالظبط الوعي ان هو عايز يعمل ده. فدي الحاجه اللي كنت عايزه اقولها. برضه كان عايزه اقول يا سلام احنا فلسفيين يا بنت، انا من جوايا حاجات كتير ممكن حاجات كبيره قد كده. احنا بنقعد مع بعض لازم حد فينا يعيط. صح. لازم. صح. عشان كده احنا مش عايزين نتدخل قوي في العميق عشان محدش يقول حاجه فالتاني يصحصح. واصلا لسه صاحبتي قاليه لي من كام يوم انت عيله عاطفيه جدا في كل الاحوال. انا حاسه صاحبتي مش هقول اسمها يعني. ايوه يعني قالت لك عليكم؟ لا علينا كلنا. يعني بحكي مواقف فبتقول قد ايه انتوا عيله عاطفيه زياده عن اللزوم.
احنا يس ولا اصحابكم الباقيين؟ احنا عيلتنا ماشي. احنا. كنت برضك بحكي في حته معامله الاب والام. الاب والام دول عباره عن تمثالين، هما التمثالين انت من صغرك بتشوفهم مثاليين. عرفوا بقى يحافظوا على الصوره بتاعت هو الاب. الابن بيتولد شايف امه وابوه هما التوب، صح. مستحيل يكسب، مستحيل يغلط، مستحيل، هما التوب. واحده واحده ده 99% من البشر بتقل النظر شويه، لا ده بني ادم بغلط. لكن الشاطر اللي يعرف يحافظ على صورته ده ميال طبعا. فمثلا الواحد يكون شايف باباه اكتر حاجه بيعملها لامه مثلا مامته او ايه، ان هو مثلا تعالي مثلا ايه شيل الغسيل، انا اللي غسله وكنت تعبانه وكنت مثلا عيانه وقمت غسلت، شيل لي مثلا الغسيل نشر. ادي مثال طبيعي عادي. عملت اكل مثلا حطه على السفره. فانت شايف كده اللي هو ايه بيساعده. فالبنت تكبر لما جوزها يعمل لها حاجه ازيد من دي، مثلا هي خلاص الست بتموت صح. تعبانه، اما مثلا يكنس لها مثلا الصلاه، تحسب ان هو الجوز المثالي بقى ان مفيش منه. صح. يعني مع انه هو عامل شيء طبيعي، لا ولما يحصل اي مشكله لا ده راجل مفيش منه، لا ده محترم جدا. لا هي مش محترمه، هو عادي، بس انت اتربيتي على الاقل من عادي. فلازم نحط قواعد واضحه حتى لو انا ما بعملوهاش. صح. هي دي الصح وهو ده المفروض والطبيعي. نعرف الفرق بين المفروض والطبيعي وامتى ان هو بدي فعلا. بص هو دي بتيجي، مش هقولك استحقاق بالكلمه دي لاني ما بحبش، مش هعرف معنى الكلمه دي كويس عشان اعرف استخدمها، ولكن اقدر اقول لكم يا عيال، هي هسميكم عيال عشان نعرف نقول احنا بنتكلم. لا عيال حلو والله، انتوا عيال علينا. لازم كل انسان يعرف هو يستحق ايه بالظبط واخد ايه. يعني انا استحق 1 2 3 وباخد 1، بس انا عارف ان 1 2 3 ده من حقي انا. وقرات حاجه بفيديو من يومين تقريبا بيقول لك انه ما تشحتش حقك من حد لان انت كده بتستغنى عن حقك. وهي كانت بتحكي ادركت ان انا كنت بشحت حقي. يعني طول عمري كنت بقول لنفسي انا انسانه محترمه باخد حقوقي كلها، ما بسيبش حد ياخد حقي. بس في الاخر ادركت ان انا كنت بشحت حقي فعلا زي ما بتقول. انت تشحت حقك ده انت تسيب حقك. بالنسبه للاهل ممكن اقول بس نقطه عشان بس كل الناس اللي بتسمعنا. لو الاهالي ما بتغلطش كان ربنا قال الانسان مجرد ما يخلف ما عادش هيتكتب له صحيفه، خلاص هو ما غلطش هيدخل الجنه بقى. لكن طول ما الانسان عنده صحيفه، طول ما الانسان ما فيش اي حاجه ممكن تلغي صحيفته في الدنيا، يعني مفيش انسان في الحياه يقدر يوصل. قصدك يعني اللي هو طول ما بقى ابو ام لا بتكتب له طول ما هو بقى ابو ام خلاص صحيفته وقفت على كده ان هو ما بيغلطش. اي ملاك بقى ملاك ما بيغلطش. لكن طول ما الانسان مفيش اي حال من الاحوال يقدر يلغي صحيفته، يعني مفيش انسان بيعيش من غير ما يتكتب له هو بيعمل ايه. يا جدعان البودكاست ده طلع لهم كده. صح. معنى ذلك ان هو يفضل يغلط. ايه اللي يخليه غلط اب عن اب يفرق في العيال. رقم 1 الاعتذار. سوري. اوكي. رقم 1 الاعتذار. سياسة الاعتذار ان انا اسف عشان كده. تاني حاجة التذكير بالحب، ان انا عملت كده عشان بحبك، انا عملت كده عشان بحبك حتى لو ده غلط. فالحاجتين دول بغفر الاهالي ان اول الاطفال بيبقى متربيه ان بابايا ممكن يغلط عشان كده بيقول اسف، وانا بعمل كل ده عشان هو بيحبني. اسف دي مهمه لعلمك جدا 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 طبعا جدا طبعا. وبتزرع في الطفل خلي بالك حنيه. هي مش دوما ما تسالش بالسهل بس فاتت عشان ايه مش الولد يعلق على ابوه مثلا اللي هو انت غلطت معايا وانت كذا دي، لا عشان دوما هو اخد فكره ان حتى لو هو في نقاش هو بيلم الدنيا باسف، لا دي غلط صح. لان هو هيعلق على هيحس ان هو فهماني. هو الاسف ده عباره عن ايه انك يعني ايه بتتذلل للشخص بتستضعف قدامه عشان يقدر بتحسه بالندم الكلام ده. هي مش كلمه الاسف ده اقرار بالذنب، انا اقرر ان انا غلطت في حقي. فهي بتتقال في الوقت يعني لما تلاقي الابن فعلا مدمر فعلا من المشكله، مش الدنيا مش عارفه تتلم، فساعتها ممكن الاب يستعمل. بس حكايه لا ما بقولش اسف لا دي غلط. تعرف لو مره هيعرف فاهماني. بس انا شايفه لا اقسم بالله فاهماكي. كمل. ايوه فاهماكي. انا بس هضيف حته لان كل اللي قلته صح، بس هضيف حته. اتفضلي. للاسف ما بتقالش بالساهل اوكي، ولكن طبعا هي بتقال بالساهل للاب والام لان لو هم حسوا ان احنا غلطانين لازم نعتذر. ما علينا. في حته
ان انا اسف على اللي انت حسيته حتى لو مش قصده. دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، وشوفها بتفرق مع اي طفل. انا ما عملتش حاجه بس هو حس مثلا ان انا استحقرته، او حس شعور معين انا ما كنتش قصده، اعتذر عليه. دي حاجه مش في سياسه ناس كتير. انت حسستيني بكذا، انت اللي حسستيني، اعتذر. لكن في ناس تقول لك انا مش قاصد، ما انا عارفه ان مش قاصد، اعتذر. برضه في الاعتذار ليه طرق معينه، مش والله انا اسف عن كل حاجه، انا اسف عن اي حاجه حسيتيها مش عارفه ايه، انا اسف عن كذا، انا اسف ان انا خليتك تحسي بالشعور الفلاني مثلا. و دي جمله معينه. دايما بيقول لك حاجه في علم النفس، انا عارفه محدش له علاقه بيها، بس دايما تقول انا حسيت مش انت عملت طول الوقت. ومتعاقب الطفل عاقب على الفعل مش انت شتمت شتيمه وحشه، مش انت قليل الادب عشان شتمت، لا ده غلط. انت شتمت شتيمه واحده، انت حسستني بالزعل كذا. الفعل نفسه ده لو انت هتلومي حد، لو انا مثلا اقول لك حاجه اقول لها انت حسستيني ان انا لوحدي وانت ما وقفتيش جنبي مثلا، لكن ما اقولهاش انت نادله، انت لا. الصفه دايما في اي حاجه ما تحطش صفه في الكلام. عمر ما في اتنين مثلا في بينهم كهرباء زياده شويه، او اللي هو جو مش حلو، شيلي مش هتبان ماشي، او الجو مش حلو وتتحل الا انا فهمت كذا كذا وانا فهمت كذا كذا بس بالظبط، وانا على الفهم ده حسبت انك عملت كذا بالظبط. ومفيش حاجه، طبعا ده انا خبره كذب الطفوله، فهقول مفيش حاجه تقنع اللي قدامك بغلطتك الا الحقيقه، وابدا صح. والله لف مهما تلف الكذبه، اصل الكذبه انت مش معلش، انت مش ماسك ورقه وقلم بقالك 3 ساعات قاعد تقول لو حصل كذا ولا فكر بكذا ولا عمل كذا، يعني مفيش حاجه هتقنع اللي قدامك باللي انت عملته الا الحقيقه، مهما كانت تافهه حتى تبان ان هي سخيفه. ممكن تعمل مشكله قد الدنيا على حاجه سخيفه قد كده قد كده اهو، بس والناس انت عملتي ده عشان دي، فبس قولها يعني. انا طول الوقت كده بس. بقى توصل كام دقيقه بالتالي؟ 27 هيوصل دلوقتي. ليه؟ عشان مساحه التخزين تمام. ننهي بايه؟